بعض أسباب الغضب عند ولادنا المراهقين وإزاي نتفاداها ونعالجها. أهلا بيكم كل متابعي قناة سكر جوه، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. أول سبب للغضب عند ولادنا عدم الاحترام. احنا ساعات بعضنا أو معظمنا ما بيحترمش ابنه المراهق، شايف ان ابنه ده لسه صغير، قطعة من أساس البيت، يعمل فيها زي ما هو عايز، يحركها من هنا، تعالى، روح، هات، احضر الدرس، احفظ، ذاكر، انزل، روح تمرين. بيتعامل معاه على انه جماد، على انه شيء، مش مدرك ان ابنه ده كبر وبقى ليه مشاعر وليه كيان وليه وجود وعاوز يثبتهم. انا ليا كيان ووجود من وانا صغير، بس انا كبرت دلوقتي وعايزه اثبت لك بقى ان انا ليا كيان ووجود. عدم الاحترام ده بيتولد قدامه ثوره وغضب وانفعال، والند بالند، والمعامله ان انا هثبت لك، يعني هثبت لك وهعلي صوتي عليك. طب ايه الحل؟ الحل هو الاحترام. طب انا احترم ابني ازاي؟ وانت داخل اوضته او انت داخله اوضه بنتك، انا عارفه ان انت عايزه تطمني على ابنك او بنتك، طب انا هعمل ايه؟ ببساطه كده خبطتين لطاف على الباب و... وفي ايدك كوبايه شاي او حاجه حلوه. بص انا جايب لك ده، انت عامل ايه؟ وحشتني، ما شفتكش النهارده، إيه اخبارك؟ ايه مش محتاج حاجه؟ يومك كان ماشي ازاي؟ وانتي قاعده بقى اتفرجي بيعمل ايه، فاتح ايه، ايه ده؟ الله، انت فاتح ايه؟ ده لعبه جديده، ده تطبيق جديد، ده حاجه جديده؟ الله. انا داخل اتجسس واشوف الدنيا ماشيه ازاي عند ابني، ده حقي. بس بقى الاسلوب هو اللي بيفرق. رد الفعل يعني فعلك هو ده اللي بيفرق قصاده رد الفعل. غير بقى اقول له حبيبي ولا ابني، ايه كنت فين، مش عارفه ايه بتعمل ايه. هو انت مش مباحث؟ وما تستناش قصاد الاسلوب ده ان في اسلوب محترم هيبقى قدامه، ولا حتى اسلوب من اصله ممكن اصلا ما يعبركش. تمام. طيب، كمان لو انت عايز تطمن على دولاب ابنك او بنتك او تفتشي في حاجتهم، حقك كأم، ماشي، انا ما قلتش حاجه، بس حتى على الاقل مش قدامهم، يعني نراعي مشاعرهم.